السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. شكرا طارق الحماد. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان معا هنا وفي اطار مباريات الليغا الاسبانية، في اطار الجولة 37 وبالتحديد في ملعب اللقاء في ملعب الكامب نو. هذا الملعب اللقاء الوداعي لهذا الملعب لانه سيتم طبعا اعادة تجديد هذا الملعب. المباراة محاولة من جانب جافي، أنسو فاتي يسجل بعد حوالي 49 ثانية أمامنا. هنا كرة ملعوبة حلوة قوي من نادي برشلونة والانطلاقة هنا وهدف عن طريق أنسو فاتي في الدقيقة الأولى. 49 ثانية، واحد من أسرع أهداف البارسا في هذا الموسم أمامنا هنا في هذه التمريرة. طبعا مدرب المكسيكي على طول خومي كوستا، 5 في الدفاع. سلام رأي آخر بعد استقطاب 47 في المركز الثاني، هو اللي بيلعب وبيشترك. الوليد وقادش وختافي والميريا، كل دي أندية كل دي أندية بتعمل 33 مباراة. هيبقى زي رقم رونالدو أمامنا هنا، كرة من جاب زي رقم رونالدو في 2010 لما انضم لنادي 2009 2010 لما انضم لنادي ريال مدريد. هدف مقابل لا شيء حتى الآن في أول موسم ليه من دفاع من جانب. بنشوف كوندي النهارده احد الاعمده الهامه على طول. هدف مبكر عن طريق في اخر مبارياته هنا في ملعب الكامب نو. ملعب الكامب نو ادي امامنا هنا اللاعب بالدي اللي بدا يظهر مع المنتخب الاسباني في كاس العالم. شوف اول انذار في المباراه، اول انذار في اللقاء من نص 20 عام. ادي هجمه خطيره عن طريق أنسو فاتي مع البدايه حل ثالثا في ملعبه. ادي محاوله من فاتي ولكن الى خارج الملعب. كره من أنسو فاتي اكيد طبعا ما يطرح عن طريق اللاعب خومي كوستا. راس هنا استلام، تحرك جديد، تفوت الوصول عن طريق امامنا ديونج. يا ولد على المساحات، طول ملعوبه الركنيه الثالثه في اللقاء. كرة عالية داخل منطقة الجزاء اللي ليها دور سيرجيو من 2014، لكن هنا هدف جديد يأتي لأن البارسا في هذه المرة دي نفس الموال نفس الكرة. المرة دي جافي، لكن المرة دي بقى مش من ناحية اليمين ولا بالقلب منطقة الجزاء. المرة دي أنسو فاتي اللي بيسجل هدف في الدقيقة 24. أنسو فاتي من صناعة جافي ماذا يفعل؟ كأنه رسالة إن لا فاز البارسا في تلك اللقاءات أمامية في الفترة القادمة. أوباميانج من جانب ديمبلي عايز يعدي جوندوجان مطروح كيل مايوركا لم نراه هجوميا يعني. 99 أمام نادي لاتسيو. أراجونس كان في المركز التكتيك بالباو أيضا كذلك مرات وخسروا في مرتين. مرة ثانية كرة الميجا ستار يعني طبعا يا ولد إلى قلب سيرجيو روبرتو. مرة ثانية أمامية كرة اتصعبت كمان بحالة الطرد. الهاتريك ليفا ليفاندوفسكي امام اكثر من كوره، لكن النهارده سعودي ادي ديمبلي، لكن هو رايح رجليه فتحت وراحت كوره الى خارج الملعب. حتى الان حارس المرمى يعني في مش الى جوردي ألبا العرضيه الخطيره في الجوله الماضيه. عايز يعني يخترق الشباك. كرة ليفا اللي نفسه في حاجة يعملها. يعني النهارده شعار اللي نفسه في حاجة يعملها. نادي برشلونة خلاص حسب الدوري، حسب في فترة كده من الفترات كان فيها يعني جدا من جانب ديمبلي. الكرات العرضية خطأ حتى هذه اللحظة طبعا خلاص 40 ثانية من صناعة جاب. والموسم ليه أمامنا هو ليفاندوفسكي قادمة من بعد ربع ساعة. مرة ثانية هنا ألبا على مستوى الاستحواذ. أدي مرة ثانية يعني مباراة إلى تدريب يعني تقسيمة فالنسيا وبعديه سيلتا ال 14 واحد. كرات العالية صراع كان يسجل هاتريك بعد ما سجل هدفين طبعا. وترتيب الفرق في هذه اللحظات وكرة المرة دي لكن إلى خارج الملعب. كرة أمامية ملعوبة في اتجاه أمامنا هو اللاعب اللي بيستلم واللي بيقدم عرض من أفضل مبارياته النهارده أنسو فاتي لصالح البارسا. مرة ثانية هنا التسديدة داخل منطقة جزائهم وكرة من بوسكيتس بلا شيء، 6 منهم بين العارضة. أمامنا هنا الدخول في هذه اللقطة الرأسية على طول. أمامنا التبديل اللي تم على فكرة. جرانيه دخل
دخل مكان اللاعب جاي، يعني ما زال ادريس بابا ما زال في الملعب. شفنا التبديل بعد ذلك سجل ايضا من صناع المباراه ديمبلي على طول وادي امامنا اقول 11 ركن ردت بالضرب. وشفنا النهارده لاسكيتس امامنا هنا في انطلاقه تمريره اماميه، وانديه كثيره الحقيقه كانت لهذا المدرب اللي بيقود فريق نادي ريال مايوركا منذ مارس 2022. كان اخر حاجه كان في مونتري. تدخل قوي جديد في بالمسطره يا ولد ديمبلي، لكن يطلعها مارتن فينيجنت امامنا، طلع كوره من على خط المرمى. كورة الهدف امامنا اهو الثالث في المباراه. إلتشي اسبانيول خارج السرب هذا الموسم. ادي انطلاق الكامب نو، يعني محتاج تطوير. تعود بعد توقف الاصابه اللقاء الاول. سيرجيو روبرتو راسيه، هو اللي مكمل المره دي. ليفا هو اللي مكمل ليفا. ايه حكايه الضربات الراسيه في الامم الاوروبيه 20؟ هذا اللاعب طبعا عشان يلعب. سيرجيو روبرتو ضعيفه ما جاتش، لكن ما لحقهاش فرصه. سيرجيو روبرتو امامنا. سيرجيو روبرتو كان ممكن يسجل زي ما سجل سيرجيو روبرتو في هذا الموسم، عنده 4 اهداف. 27 ارقام البارسا. موريكي امامنا خطير. موريكي اوفس امام نادي مانشستر شقيق النجم الكبير. استلام من جانب جوردي ألبا، عامل مباراه حلوه. ليبا يلعب كوره. حكايه العارضه واحده في العارضه من كوندي، وكره بالليبا ينقذها امامنا اهو. العارضه امامنا تلعب دور مهم امامنا اهو. الكره الفاول 23 متر على المرمى، ملعوبه حلوه قوي يا ولد. دي فين؟ دي ضربه فين؟ دي ضربه ايه؟ لسه في بعض الديون. ادي واحده حلوه يا ولد. مستقبل البارسا. يقول لك رحل تشافي وانيستا وفي الطريق بوسكيتس، ولكن البارسا جافي امامنا اهو يا عيني. قال لك هو انيستا وتشافي الاثنين عمل ميكس، عمل خلطه، ولكن جافي حاطط كره من صناعه فاتي. كان في الدقيقه 20 يعلق كره عاليه راسيه. جرينيه كره عاليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد من قناة فيوتشر كور. النهاردة بإذن الله هنشرح ازاي نحمل برنامج سكيور في بي ان. تابع معايا الشرح وهتلاقي اللينك في الوصف. بعد ما نخش على الموقع هندوس داونلود اون ويندوز كده، نعمل سيف. بعد ما ينزل معانا بالشكل دوت هنفتحه، هندوس انستول، هيظهر معانا بالشكل دوت هنفتحه، وهندوس ساين ان، هندوس ساين اب، وهنكتب الايميل بتاعنا، نكتب الباسورد، هندوس ساين اب. هنلاقي فتح معانا بالشكل دوت. هنختار اللوكيشن بتاعنا، نختار مثلا جريس اليونان، هندوس كونكت. بعد ما يعمل كونكت هنشوف الاي بي بتاعنا، هنلاقي الاي بي بتاعنا بقى جريس اليونان. وبس كده. لو عجبك الفيديو متنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. اشوفكوا الفيديو الجاي. سلام.